أهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية، بنرحب بيكم وهنبدأ فقرات برنامج طعم البيوت. عندنا فقرتين، الفقرتين مهمين. فقرتنا الأولى بنتكلم فيها عن ترشيد الاستهلاك وإدارة الميزانية في شهر رمضان. شهر رمضان بنقعد نستناه من السنة للسنة علشان نشوف حبايبنا وصحابنا اللي ما بنشوفهمش على مدار السنة كلها. بنجتمع في فطار، بنجتمع في سحور، بنجتمع علشان نصلي تراويح، لكن المصريين بيحبوا الأكل، وشهر رمضان بيبقى معروف رغم صيامه وعدد ساعات كتير من اليوم، لكن الأكل من أهم الطقوس. وجبة الفطار أو وجبة السحور دايما بيتلم فيها أفراد الأسرة. إزاي نتجاوز المصاريف الزيادة ونقدر نرشد استهلاكنا في هذا الشهر الكريم؟ ده هيكون موضوع فقرتنا الأولى. رجعنا لحضراتكم مشاهدينا عشان نتعلم كلنا مع بعض ازاي نحاول اننا نرشد الاستهلاك في خلال شهر رمضان الكريم. هو شهر رمضان كريم وكلنا بنحب نبقى كرمة في الشهر ده، بس ازاي نوفق ما بين الاثنين؟ ازاي نبقى كرمة ونقدر اننا نرشد؟ ده هيكون موضوع فقرتنا الاولى مع ضيفتنا اللي منورانا في الاستوديو الدكتورة رانيا الماريا، هي خبيرة الاقتصاد والتنمية البشرية. بنرحب بحضرتك معانا. اهلا بيكي. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة، وكل المشاهدين بيشوفونا النهاردة طيبين ورمضان كريم. يا رب ان شاء الله، الله اكرم. ازاي يعني ايه نرشد الاستهلاك؟ ميرسي قوي. انت في البدايه في المقدمه اللطيفه بتاعتك جمعتي ما بين الكرم وترشيد الاستهلاك، لان في مغالطه في مفهوم ترشيد الاستهلاك، ان ترشيد الاستهلاك ان احنا هنكتر على نفسنا، بل بالعكس. ترشيد الاستهلاك معناه ببساطه ان انا هستعمل الموارد بتاعتي بطريقه مثلى علشان اكفي احتياجاتي. ففكره الكرم مع الترشيد مش معناه ان انا هاقتر، بل معناه ان انا هعرف استعمل مواردي بطريقه سليمه، بطريقه هتريحني اكتر، بطريقه هتخلي استعمالي لفلوسي فيها رشاده، فيها يعني ايه، هنبقى نظام كده. نظام اداره. هو موضوع ازاي ادير فلوسي بطريقه جيده علشان اكفي احتياجاتي من غير ما اسرف. ورمضان شهر العباده، فإن إحنا لما نعبد ربنا مش بس بالصوم والصلاة، بنعبد ربنا بالأوامر بتاعته. ربنا قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ده عبادة. فإن إحنا لما ناخد إن إحنا في شهر العبادة ننفق بطريقة سليمة وهنتعبد بهذا الأسلوب في الحياة، أسلوب نظام حياة جديدة هنتبناها في رمضان بطريقة هتنفعنا. وهو أي أمر من أوامر هو أمرنا بيها علشان فيها مصلحتنا في النهاية. فازاي بقى نعمل ده في ظل ان احنا عايزين نعمل عزايم وعايزين نعمل صلة أرحام؟ نمرة واحد ان احنا نعمل اول خطوه نعملها كده. احنا داخلين بنقول زي ما قلتي الاكل هو اكتر حاجه بنصرف عليها في رمضان فعلا. فان احنا نعمل منيو، ان احنا نعمل اداره جيده لاحتياجاتنا which is الغذاء يعني الفطار والسحور، اللي هو الاكل اللي المفروض ان احنا في الايام التانية اللي عندنا فطار وغدا وعشاء بالظبط. يعني في العادي بيبقوا 3 وجبات، احنا في رمضان عندنا وجبتين بس. واحنا كمان في رمضان المفروض ان اكلنا بيبقى اقل من العادي. مع بال ما بنبقى صايمين ونيجي نفطر بنلاقينا ما اكلناش الوجبه القويه اللي احنا بناكلها، لا بناكل حاجه بسيطه. فمنطقيا وعقلانيا كده ان فعلا في رمضان الاكل بيبقى بكميه اقل وعدده اقل. هو الاكل اللي بناكله فعليا بيبقى اقل، لكن السفره بتبقى كتير. السفرة بتبقى كتيرة لأن إحنا بنحضرها أو بنعملها وإحنا بقى صايمين فجعانين. قبل ما نخش على رمضان إحنا بنعمل الليستة أو المنيو بتاعنا الرمضاني، ويا ريت نعملها الشهر كله ونبتدي نشتري ونعمل الشوبينج ونبقى مظبطين الفريزر بتاعنا وعاملين. رأي حضرتك إن إحنا ننزل نعمل شوبينج الشهر كله من أول رمضان أو قبل رمضان زي دلوقتي، ولا أسبوع بأسبوع؟
في حاجات هتبقى من اول الشهر يعني نظبطها، لان احنا هنبتدي نعمل ايه، هناخد افكار جديده كده هنستعملها معانا، ان احنا نعمل المنيو الاسبوعي بتاعنا على 4 أسابيع، وهنبتدي المنيو ده الى ان انا هبتدي احطه على لستة مشتريات. ناكل رز وخضار وبروتين، خلاص انا عارفه ده هيتاكل فيه كذا وكذا، هشتري اول يوم، تاني يوم هشتريه، وابتدي اعمل حاجه تانية وانا بحط الليسته، احول المنيو الى لسته، ان انا اعرف اعير صح. المعيار السليم ده من اساس اللي احنا بنقول عليه التسوق الذكي، صح. ودي فنون من فنون اداره الميزانيه، ازاي اعمل تسوق ذكي لاحتياجاتي. فلما هعمل الجزئيه دي او هتعلمها، هبتدي اشوف ان انا ببقى عامله معيار كويس لاحتياجاتي، مش عامله معيار زياده، فبالتالي مفيش اهدار. هارمي اكل في الارض في الزباله لانه كتير قوي وخسر، قعد في الثلاجه لغايه ما خسر، انا كده بمثابه ان انا جبت فلوس بقيمه الاكل اللي اترمى ده او اللي هو ما استخدمتهاش، رميتها في الزباله. طيب حضرتك تشربي قهوتك؟ ايوه. على فكره انا مبسوطه جدا بفكره فنجان القهوه، لان احنا هنا قاعدين كده بندردش مع بعض. ايوه بالظبط. هشرب القهوه اللطيفه اللي بالهنا والشفا. دلوقتي في بعض الناس بتحب انها في شهر رمضان تعمل الاكل يوم بيومه، وفي ناس تانية تقول لي لا انا بعمل الاكل واجهزه من قبليها، اول يومين 3 يبقى جاهز عندي، ما فاضل بس ان هو يتسوى. والله اللي بيحطه في الفريزر، اللي بيحطه في الثلاجه، اللي بيحط المكونات كلها ويخلطها على بعض او يعمل الشكل النهائي للطبق قبل التقديم. ايه احسن حاجه واقدر ان انا اوفر بيه مجهودي برضو، لان انا زي ما برشد الاستهلاك بوفر في مجهودي ان انا كمان صايمه. حقيقي فكره فن الاداره، انت كده دخلتي على فعلا مش بس اداره الميزانيه، احنا بنتكلم عن اداره الوقت. يعني ايه اداره ميزانيه او اداره الوقت؟ الاثنين بنفس المفهوم. انا في اداره الميزانيه بعمل ايه؟ بنظم ايه جوه ايه؟ بنظم احتياجاتي وصرفي عليها جوه دخلي او الفلوس اللي موجوده معايا. هي فكره اداره الوقت. اداره الوقت انا مش بنظم الوقت متنظم ال 24 ساعه، يعني متنظمه بدقه من ربنا. مظبوط فعلا. انا بنظم ايه؟ بنظم نشاطاتي جوه الوقت ده. فانا بشوف اذا كنت انا امراه عامله او اذا كان في عندي وقت الصلاه، انا اللي بنظم وقتي، بنظم نشاطاتي علشان خاطر اوصل لاداره جيده، وان انا اخلص كل المهمات اللي عندي بطريقه مناسبه ليا. سهلت على نفسي وانجزت المهمه في وقت اقل. ففكره لما كل يوم هفكر انا بكره هطبخ ايه، عايزين تفطروا ايه بكره، لا الدنيا بتبقى واضحه عندي. في ناس بتبقى عامله لسته كده بالمنيو الاسبوعي وحطها على الثلاجه حقيقي، وفي يومي انا النهارده هعمل كذا وكذا وكذا، وكل ما بعمل صنف بعلم عليه يبقى كده فاضل كذا، فالوقت بيبقى اسرع وفي نفس الوقت الحاجه بتتعمل مظبوط. ده فن الاداره طبعا، ان انا لازم ابقى عندي خطه مسبقه وتنظيم وتنسيق، وابقى عارفه انت لما بتعملي كده، لما بتيجي واقفه في المطبخ ومجهزه حاجتك ومجهزه مكوناتك، ومش وانت في وسط الطبخ هتيجي تقولي لا ده ناقصني كذا فانا لازم اعمل شوبينج. فكل ده بيخلينا نوفر فلوس ونوفر مجهود ونوفر وقت، ففكره وننجز ما نبقاش مستنيين حاجه لسه بره البيت لسه هبعت اجيبها فعلا. وايه كمان اللي بيخلينا عاملين كده؟ نمره 1 ان احنا لما هنخطط خلال الشهر احنا بنصرف امتى؟ بنقول احنا عايزين نعمل عزومات. احنا عارفين كويس قوي ان العزومات بتاعتنا انا محتاجه اعمل كام عزومه، هعزم مين ومين ومين، ف4 عزومات 5 عزومات على حسب كل أسرة. كل اسره هي عايزه تعمل ايه. ففكره ان انا اعمل العزومه، هل هي معناها ان انا بعمل العزومه علشان اوري قد ايه مقدرتي في الصرف على الاكل، ولا علشان اتجمع مع اهلي، اتجمع مع الاصدقاء، اتجمع مع الاحبه؟
فالمفهوم ده لو احنا تبنيناه مش هنبتدي نعمل البذخ الشديد ده في ان احنا الهدف بتاعنا فعلا ان احنا يبقى في صلة رحم او تقارب او تجمع. احنا بنعمل اشكال كتيرة او بدائل كتيرة. فكرة ان انا اعمل البديل الاوفر ليا، اعمل ايه؟ ان انا اعمل فكرة الديش بارتي اللي احنا فاكرين ان هو شيء احنا جايبينه من بره. على فكرة الديش بارتي ده اساسه مصري صميم، ومش بس في المدن. يعني في المدن زمان كنت تلاقي العمارة اتجمعت في رمضان في يوم واتجمعوا فوق الروف، او لو تحت في الحارات كانوا بيتجمعوا في الحارة وكل واحد نزل بطبقه وفطروا كلهم الفطار الجماعي ده هنا في المدن. ما بالك بقى لما كان يبقى في الارياف. افتكري كده في الارياف لما كان في حد في الجوار يعني يبقى عنده مناسبه، كان الناس بيعملوا ايه؟ كل واحد صواني ويروحوا له ويحتفلوا معاه. فكره الديش بارتي دي مش حاجه احنا مستوردينها، ولكن حاجه صميمه جدا عندنا، ومن الاشكال الكتيره اللي ممكن تخلينا عندنا نوصل للهدف بتاعنا ان احنا نتجمع ويبقى فيه صله ارحام. وهي دي من اساس العباده. العادات اليوميه عبادة، مش بس العبادات الشرعية الصلاة والصوم والزكاة لا، العادات اليومية، وان احنا نتبنى عادات تنفعنا. الجديدة عندي نقطتين عايزة حضرتك تكلميني فيهم. الإعلانات. أوكي. دي كل سنة بيبقى فيه أفكار جديدة للإعلانات مبهرة جدا، بتخليني طول الوقت بسمع الإعلان حتى وأنا مش شايفاه، خلاص علق في دماغي. فأنا أول ما بنزل عشان أشتري حاجة بدور على المنتج اللي أنا شفت إعلانه حتى لو كنت مش محتاجاه. حقيقي. الحاجة التانية التخفيضات أو العروض. تمام. كيس واحد وعليه كيس هدية. أنا محتاجة كيس واحد لكن عشان عليه كيس هدية بجيب العرض. حقيقي. كيسين وعليهم مش عارفة إيه بنص الثمن بجيب العرض. الكلام ده ايه؟ اللي انت بتقولي عليه ده حاجه اسمها التحكم عن بعد او البرمجه للعقل علشان يوجهك لاتجاه معين. تعمل اعاده وتكرار على مسمعك والعقل اللاواعي بقى بيتخزن فيه ان هو البراند ده سمعتيه كتير كتير كتير، فلما تشوفيه على طول عقلك يقولك اشتري البراند ده لان هو من كتر التكرار فمعناه ان هو حاجه اجرب حاجه كويسه ولازم تجربيها، وان هو بنشتري بودنا باللي احنا سمعناه، مش بنشتري بالتجربه. احنا لما بنشتري منتج معين بنشتري بالتذوق، بنشتري بالتجربه معين، والبراند ده لقيت براند تاني ارخص منه اجيب مثلا 2 من اللي انا متعوده عليه او 3 وواحد اجربه. لو لقيت الارخص بنفس الجوده وبنفس يعني ايه الطعم خلاص اكمل ان انا اوفر لنفسي، لان انا زي ما هو الشركات هدفهم ان هم يكسبوا، انا هدفي ان انا اوفر فلوسي. فلقيت البديل الاوفر مناسب ليا اعمل كده. حاجه بتخليني اول ما اقراها كده او اسمعها ابتدي اقول ده انا هكسب، ولكن مش شرط ان كل العروض تبقى هتكسبني. صح. لان ممكن تكون المنتج ده فعلا بالسعر ده وعليه مثلا 10% في المكان ده، ولكن في الهايبر ماركت نفس المنتج ممكن يكون ارخص. وساعات ما بناخدش بالنا ان تاريخ الصلاحيه بيبقى قرب على الانتهاء، فانا لو خدت المنتج ده وعليه حاجه هديه لازم استخدمها بفتره قليله. حقيقي مش بس تاريخ الصلاحيه، انا ممكن الاقي مثلا عرض خدي 2 رز وعليه 1 لوبيا، واحنا ما حدش فينا بياكل لوبيا اصلا، فانا هجيب اللوبيا دي عشان خاطر ايه؟ هتفضل موجوده مركونه لغايه تاريخ الصلاحيه زي ما قلتي تنتهي. فانا المنتج اللي عليه عرض ده انا محتاجاه. تاني سؤال، انا محتاجاه لامتى؟ لان انا لو هيعدي عليه مش هستفيد. فضلت مده الصلاحيه شهر شهرين وانا مش هستعمله في المده دي، فانا كده خسرته بقى ويست زي ما قلت لك، رميناه في الزباله. ثالث سؤال، هل العرض ده سعره موجود في حته تانية بطريقه ارخص؟ وهنا ده فكره
ثقافة التسوق الذكي، ودي ثقافة يعني أنا نفسي كلنا نتبناها. إزاي أعمل يعني مقارنة ما بين الأسعار في كل سوق، يعني الشركة هنتعب شوية ولكن التعب ده هيخلينا في الآخر نبقى كسبانين. وإحنا لما بنطلع وبنقول فكرة معينة أو بنتبنى ثقافة جديدة، ثقافة ترشيد الاستهلاك، ثقافة التسوق الذكي، ثقافة إن إحنا نتبنى الأفكار الجديدة اللي ممكن تساعدنا علشان يبقى عندنا حالة من التوفير. والتوفير على فكرة مش هيرجع علينا إحنا بس، لما إحنا هنوفر قرش معنى كده إن إحنا ما رميناش فلوس. يعني تعالي نتكلم على الوس بتاعت الأكل، لما إحنا هيبقى عندنا عدم تبني للرشادة في الاستهلاك بنرمي فلوس في الأرض. الأكل اللي اترمى ده اتزرع واتروى بمية واتعلب واستخدمنا كهرباء، كل البروسيجرز المنظومة كلها اللي وصلتني يعني أنا ببقى وفرت لنفسي ووفرت للدولة ووفرت لغيري الدولة ووفرت غذاء. أنا يعني لو نعرف قد إيه في ناس محتاجين للغذاء ده في العالم كله، من بلاد فيها مجاعات، بلاد فيها أزمات اقتصادية. هو المواطن الواعي لازم يعمل الدراسة اللي حضرتك بتقوليها دي عشان يستفيد ويفيد. واحنا بنشكرك جدا على وجودك معانا. ضيفتنا اللي كانت منورانا هي الدكتورة رانيا الماريا، هي خبيرة الاقتصاد والتنمية البشرية. وبكده خلصت مع حضراتكم فقرتنا الأولى. خلينا نخرج لفاصل واحنا هنشرب القهوة في الفاصل، وبعد كده نشوف الاحتراق الوظيفي.